طب استاذ عبد الوهاب، بتقرا انت ادب كتير وفلسفه، يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه. الحركه الادبيه الجديده تتبعتها؟ المصرية ولا المصريه، اه. اه طبعا، يعني هو الادب محصور في القصص اه. هذه الموجودة، وطبعا ما في شك انه توفيق الحكيم قرأته كله. اه. جديد له. الأستاذ نجيب محفوظ طبعا كل الحاجات اللي كتبها، يعني حتى اه. الحاجات الأخيرة. اه. الأستاذ نجيب محفوظ ما في شك إنه في القصة الطويلة، وأخيرا كمان يعني مارس القصة القصيرة وأجاد فيها إجادة كبيرة. الدكتور مصطفى محمود، يوسف إدريس، كل الجماعة دول اه. بقرأ لهم، والأستاذ إحسان عبد القدوس اه. أيضا. اه. يعني كل الناس دول بقرأ لهم.